النهاردة بقى هنعمل وصفة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل الكشري الأصفر ومعاه البيض المدحرج، كمان هنعمل الطماطم اللي بالدقة. الوصفة سهلة جدا وبسيطة، يبان ان هي سهلة لكن فيها شوية حاجات لو ما ظبطتيهاش الوصفة هتبوظ معاكي. هقولك ازاي تظبطي الكشري والرز يطلع معاكي مظبوط جدا، يبقى مفلفل ما يطلعش معجن. هقولك على شوية حاجات كده هتظبط معاكي الوصفة. الوصفة سهلة جدا طبعا من غير ما نحط لحوم ولا اي حاجة. هي وصفة متكاملة ومغذية جدا ومفيش حد ما بيحبهاش. ان شاء الله الوصفة تعجبك، بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. يلا بينا نبدأ وصفتنا ونشوف مقاديرنا مع بعض. عندي هنا كوباية من العدس الأصفر المغسول ومتصفي كويس جدا من المية، بنفس الكوباية اللي هعاير بيها العدس هي اللي هعاير بيها الرز. كوباية من الرز المصري. عندي هنا ربع كوباية من الزيت، بصلاية متقطعة مكعبات، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. عندي هنا فلفل رومي متقطع مكعبات، ولو عايزة تحطي حار مفيش مشكلة. 3 فصوص توم مفرومين، كمون وملح وفلفل اسود. في حلة على النار بقى هسخنها كويس جدا وابتدي انزل بالزيت واسيبه يسخن كويس جدا. بعد كده ابتدي اضيف عليه البصل. طبعا في المرحلة دي هفضل اقلب في البصل لحد ما ياخد معايا لون غامق شوية زي ما بنعمل الكشري العادي. بس طبعا قبل ما ياخد اللون الغامق هبتدي انزل بالفلفل الرومي. طبعا الخطوة دي اختياري، يعني لو محدش عايز يحط الفلفل مفيش مشكلة، بس بيدي للكشري طعم حلو قوي. ابتدي بقى اقلب البصل مع الفلفل، وطبعا لو عايزة تحطي فلفل حامي هيديله طعم حلو برضو. بقلب باستمرار علشان ما ياخدش لون غامق قوي. انا عايزاه يوصل كده للمرحلة دي، يبقى واخد كده اللون الذهبي عشان يديكي لون حلو للرز. بعد كده هنزل بالثوم في الاخر بعد ما احس ان البصل خد اللون اللي انا عايزاه علشان الثوم ما يتحرقش معاكي. وابتدي انزل بالثوم واقلبه كويس جدا. واول ما ابتدي اشم ريحة الثوم كده ابتدي انزل بقى بالبهارات. بصوا كل حاجة بنزل بيها بديها تشويحة كده على النار علشان يديكي تست حلوة قوي للكشري. الكمون تكون معلقة صغيرة بس تكون مليانة، علشان الكمون مع الكشري هيديها طعم حلو قوي. فانا بحب ازود الكمون في الوصفة دي. والفلفل الاسود طبعا بيبقى ربع معلقة صغيرة، والملح معلقة صغيرة. بعد كده نزلت بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم. انا ما بحبش انزل في الوصفة دي بالطماطم اللي هي العادية اللي هتضربيها في الخلاط، هتعجن معاكي الكشري ومش هتديكي نتيجة حلوة خالص. علشان تاخدي لون حلو قوي للكشري هي صلصة الطماطم اللي هي المعلبة اللي هي البيوريه هتديكي نتيجة مظبوطة جدا وهتديكي لون حلو قوي. بديها كده تشويحة على النار، بعد كده بنزل بالرز برضو بديله تشويحة. كل الحاجات دي هتخلي الكشري مفلفل معاكي وهتديكي نتيجة حلوة قوي. مهم جدا بقى ان احنا نقلب الرز بالشكل ده علشان يديني الفلفلة الحلوة اللي هنلاقيها في الكشري. بعد كده هنزل بالعدس، طبعا برضو هديله تشويحة، هقلبه كده كويس في الزيت. طبعا انا بفضل ان احنا نعمل الكشري بزيت مش بسمنة. الزيت هيخلي برضو الكشري مفلفل معايا. نخلي بالنا بقى كويس جدا ان الكوباية اللي هتعايري بيها الرز هي نفس الكوباية اللي هتعايري بيها العدس، ويكون الاتنين قد بعض. يعني هتحطي كوباية يبقى كوباية عدس، نص كوباية يبقى نص كوباية، مش هنزود ولا اي حاجة. الاتنين نفس المقدار بنفس الكوباية اللي بتعايري بيها. هبتدي اقلبه برضو في الزيت كده شوية. بعد كده بنفس الكوباية اللي انا عيرت بيها الرز والعدس هعير بيها المية. عندي هنا كوباية وربع من المية. المية طبعا كميتها ما بتبقاش كتيرة خالص، يعني مش قد كمية الرز والعدس هتحطي مية. الكمية لازم تكون قليلة علشان ما يعجنش معاكي ومش هيديكي نتيجة مظبوطة. فانا نزلت طبعا بكوبايتين
كوباية من العدس وكوباية من الرز، يبقى معاهم كوباية وربع من المية وتكون مغلية. انا كده بصوا حاطه كميه الميه قليله جدا، انا مش هزود تاني ولا تقلبي خلاص تاني. هنبتدي بقى نغطي الحله لحد ما تغلي معايا، وبعد ما تغلي معايا والميه اللي جواها تتشرب كده في الكشري، هبتدي اوطي عليه النار بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما الميه قلت طبعا منه خالص، هبتدي بقى اهدي عليه النار تماما. ما بياخدش وقت خالص على النار، بياخد حوالي تلت ساعه. هنعمل بقى دلوقتي البيض المدحرج. طبعا سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه. هنزل في كازرولة عندي بسمنه. عايزه تدحرجيه في سمنه، عايزه تدحرجيه في زبده، مفيش اي مشكله. هو كده كده طعمه حلو جدا. واحنا عشان نخلي الوصفه متكامله، تبقى وجبه كده متكامله، حطينا معاها البيض. وطبعا الكشري الاصفر بيتاكل معاه طبعا بيض. بعد كده السمنه لما سخنت معايا شويه، ابتديت انزل بالبيض. طبعا بيض مسلوق. بقلب بقى في البيض كده باستمرار علشان ياخد اللون الذهبي من كل الاتجاهات. في خطوة بقى مهمة جدا بتدي للبيض طعم حلو قوي وبتدي له لون حلو جدا. لو عايزة تستغني عنها مفيش مشكلة، بس الخطوة دي هتدي له لون حلو قوي. نزلت بشوية من الملح والفلفل الاسود والكركم. الكركم بيديله بقى لون حلو قوي، وكمان بيديله طعم حلو. بننزل بيه في السمنة وببتدي اقلب برضو باستمرار. انا عايزاه بقى يوصل للون ده تمام كده، مش عايزة اكتر من كده. هبتدي اطلعه بقى من على النار، وكده البيض المدحرج بقى جاهز معايا. زي ما انتوا شايفين لونه حلو قوي، واخد لون ذهبي حلو قوي. الرز ما خدش وقت زي ما قلت لكم، هو تلت ساعة بالكتير. وغرفته في طبق زي ما انتوا شايفين كده. بصوا لونه حلو قوي، واخد لون غامق كده بسبب الصلصة اللي احنا حطيناها وتشويحة البصل اللي احنا عملناها. بعد كده بنحط عليه البيض بقى، بنقطعه كده ونفتحها نصين، وابتدي اوزعها على الرز بالشكل ده. عايزه اقولك ان ريحه الرز تحفه جدا، مفلفل وطعمه حلو قوي. ان شاء الله تجربي الوصفه بتاعتي وتعمليه على طول بالشكل ده. طبعا بيتاكل معاه طماطم كده بالدقه زي ما انتوا شايفين. ممكن تاكلي معاه بتنجان، تقطعي شويه سلطه. هي الوصفه مش محتاجه اكتر من كده. طبعا الطماطم اللي هي بالدقه سهله جدا. بتجيبي طماطم وبتغسليها وبتقطعيها كده زي ما انتي شايفاها، بس ما بتقطعيش للاخر. يعني بتعمليها كده بالسكينة لحد ما توصلي للآخر بشوية. بتعمليهم كده شرايح تحت بعض، وببتدي أدخل الدقة جوه الطماطم. طبعا الدقة سهلة جدا. بتجيبي فلفل حامي أو فلفل رومي حسب ما انت اللي تحبي، بتغسليه كويس جدا وبتحطيه في الكبة مع راس توم كده متقشرة، وبتضربيهم مع بعض مع عصرة ليمون مع شوية خل صغيرين جدا وشوية ملح وشوية كمون. هتعملي احلى دقة وطعمها يبقى تحفة جدا. الاكلة دي طبعا محدش ما بيحبهاش، كل الناس بتحبها. وغير ان هي بسيطة جدا ومش مكلفة، مش هتاخد كمان معانا وقت خالص يعني. من الاكلات السريعة والسهلة جدا، ومن الاكلات اللي انا بحب اعملها. بحس ان هي ما بتاخدش وقت في المطبخ خالص، وفي نفس الوقت فيها فوائد حلوة قوي ومش مكلفة خالص. ان شاء الله طريقتي تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. انا كده خلصت الفيديو خلاص. ما تنسونيش بقى بلايك كتير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.